أهلا بيكم. أنا دكتور محمد علي، استشاري الطب النفسي. والموضوع النهاردة هو موضوع أبهات كتير وأمهات كتير بيتكلموا فيه، وهو موضوع إزاي أخلي ابني واثق من نفسه. الإجابة حقيقي هي رغم إنها ممكن تكون بسيطة إلا إنها هي مهمة جدا جدا جدا. في أطفال هم واثقين جدا من نفسهم، بيتكلموا بالراحة وبيتكلموا بثقة، وفي أطفال تانيين خجولين بيهابوا الموقف، ما عندهمش الجرأة الكافية إن هم يبقوا بيتكلموا زي الأطفال الواثقين من نفسهم. إيه الفرق؟ الفرق في النشأة والتربية نفسها. في شوية قواعد. القاعدة الأولى: النظام في البيت. الطفل محتاج يعرف إن في قواعد ثابتة، مواعيد للأكل، مواعيد للنوم، مواعيد للعب. ليه؟ علشان ده بيخليه يحس بالأمان. الطفل اللي عايش في فوضى، مفيش مواعيد واضحة، بيكبر قلقان ومتوتر. القاعدة التانية: احترام شخصية الطفل. ما تهينوش الطفل قدام الناس، ما تقولوش انت غبي، انت ما بتعرفش حاجة. الطفل اللي بيتهان بيكبر وجواه كسرة، مش واثق في نفسه. بدل كده لما يغلط قوله بينك وبينه علمه الصح، عرفه ايه اللي كان ممكن يعمله. القاعدة التالتة: احفظ كرامة طفلك. هو له مشاعر زينا بالظبط. لما نحافظ على كرامته بنعلمه ازاي يحترم نفسه ويحترم الناس. الطفل اللي بيحترم نفسه بيكبر راجل او ست واثق في نفسه. خلاصة الكلام: نظام زائد احترام زائد حفظ كرامة يساوي الطفل متزن نفسيا وواثق من نفسه. ممكن تشاركونا في التعليقات ايه رأيكم في الكلام ده؟ هل في تحدي بتواجهوه في تربية أطفالكم؟ لو الفيديو عجبكم ما ننساش نعمل فولو، ما ننساش ممكن نعمل لايك، وأنا مستني استفساراتكم على الكومنت.